المهندس المعماري ده بقى راجل نزيه، دايما بيبقى قاعد في الدور اللي فوق. مساء الفل. المرحله الاولى من التنسيق بدات والناس محتاره تدخل كليه ايه وايه الافضل لسوق العمل. عشان كده هنركز شويه اليومين دول على سلسله مرتبات المهن لحد ما فتره التنسيق تخلص باذن الله. فلو عندك اي استفسار بخصوص كليه او مهنه معينه اكتب لي في الكومنتات وانا هرد باذن الله في اقرب وقت. وعشان ما اطولش عليك يلا بينا نتكلم شويه مع بعض عن المهندس المعماري. المهندس المعماري ده بقى راجل نزيه، دايما بيبقى قاعد في الدور اللي فوق. يعني انا اخويا مهندس معماري بس كان اكبر مني بسنه، وكنا مع بعض في نفس الفتره في جامعه اسكندريه. فلما كنت احب اروح له القسم كنت اطلع حوالي 5 ادوار عشان الاقي حوالي 110 او 120 طالب قاعدين في قاعه كبيره جدا، والقاعه دي بتبقى منوره دايما وداخلها الشمس والهواء من كل حته. اما احنا بقى في قسم مدني فكنا غلابه قوي، وكنا حوالي 1000 واحد متقسمين على مجموعتين، كل 500 بيتكدسوا في مدرج واحد في الدور الارضي اسمه نون واحد. المدرج بتاعنا ده بقى كان كله ستاير مظلمه الدنيا، والكراسي لونها خشب بني كئيب بتقعد عليها ساعه وتحس ان هيجيلك الغضروف، لان الكراسي كانت ناشفه ومش مريحه ابدا بصراحه. كنت بحلم طول الوقت ان هم ينجدوا المدرجات دي او حتى يحطوا شيلت عليها، عشان القعده بجد ال5 أو 6 ساعات في المدرج ده كانت متعبه فوق الخيال. لكن ما باليد حيله بقى، المضطر يركب الصعب. المهم ان انا دايما كنت منبهر بقسم عماره اللي فيه 100 بنت و20 ولد، يعني الدفعه كلها على بعضها 120 شخص. وخليك فاكر ان الناس دي دايما بتبقى قاعده فوق. طيب المهندس الباشا ده بيعمل ايه بقى بعد ما يتخرج؟ باختصار كده الراجل ده بياخد قطعه ارض بكل تفاصيلها، سواء مساحتها او مكانها، وكمان اتجاه الرياح في المدينه اللي فيها قطعه الارض دي، وحتى اضاءه الشمس لازم يكون عارف بتكون واصله ازاي وقد ايه قطعه الارض دي. وبناء على المعلومات دي بيبدا ان هو يصمم المبنى معماريا، يعني يحط شكل للمبنى ده وكل المساحات الموجوده فيه، بحيث انه يضمن اقصى استغلال لمساحه قطعه الارض دي، وان كل شقه تكون معرضه للشمس والتهويه بشكل متناسق. وكمان يقسم الشقه داخليا بشكل معقول حسب مساحه الشقه نفسها، يعني ما تبقاش الشقه مثلا 70 متر ويعمل غرف النوم كبيره جدا على حساب الخدمات زي المطبخ او الحمام، او انه يقسم الشقه مثلا بحيث ان الحمام والمطبخ يكونوا معرضين للشمس والتهويه اكتر من غرف النوم او صاله المعيشه. باختصار كده الراجل ده بيصمم كل شيء في الشقه عشان يضمن توزيع عادل للمساحه والاضاءه والتهويه لكل غرفه من غرف الشقه، والكلام ده بيتم ضمن اسس ومبادئ رياضيه وهندسيه بيدرسها طول فتره الكليه. والدراسه في الكليه مش بتكون سهله ابدا، لانه مطلوب منه يجمع قدر كبير جدا من الاحتمالات عشان يضمن افضل توزيع لكل حاجه، ولان موضوع التصميم ده بيعتمد بشكل كبير جدا على الابداع الشخصي لكل مهندس. وحاجه كمان حابب اضيفها، الراجل ده كمان بيوزع الاضاءه والسباكه وانظمه الحمايه من الحرايق، وكمان شكل السلم ومكانه ده، حتى الطرقه اللي ما بين الشقق هو كمان اللي بيصمم شكلها. فنقدر نقول ان هو المايسترو اللي بيبدا اي مشروع او بيستفتحه كده بعد ما بياخد بياناته المساحيه من اخصائي او مهندس المساحه. طيب الراجل ده بيدرس كام سنه؟ قسم معماري الدراسه فيه بتكون 4 سنين، وبتتخصص فيه بعد اول سنه من كليه هندسه واللي اسمها اعدادي هندسه، واللي بتدرس فيها جزء من كل قسم كنوع يعني من التحضير للقسم اللي انت هتختاره بعدها. وبتدرس بقى قسم العماره مواد زي فن العماره والتحليل الهيكلي في الهندسه المعماريه واداره المباني والمنشات، وماده مهمه جدا اسمها تاريخ العماره، واللي تعتبر من اجمل المواد اللي ممكن تدرسها هناك، لانها هتتكلم عن تاريخ العماره في الحضارات والدول المختلفه زي الاندلس بقى والشام، واشكال وتصورات العماره والفن هناك. فلو انت بتحب اللاين ده هتتبسط جدا في القسم ده. ندخل بقى على المهم وهو المرتبات. لو اشتغلت مهندس معماري في مصر فهتاخد في رينج من 5000 جنيه لحد 16000 جنيه في الشهر. اما بقى لو اشتغلت في السعوديه فهتاخد في رينج من 8000 ريال لحد 22000 ريال سعودي شهريا. وفاهم طبعا ان في ناس بتسافر على اقل من 8000 ريال، ولكن ده في الغالب بيكون استغلال للوضع الاقتصادي السيء في مصر. انما الارقام اللي بنتكلم فيها دي بتكون بناء على قوانين العمل والحد الادنى والاعلى للاجور هناك، زائد انه ممكن يكون في استقطاعات من المرتب لحاجات زي السكن مثلا، ودي بتختلف من شخص للتاني حسب الشركه اللي بيشتغل فيها. فخليك عارف الصح فين حتى لو مش قادر تلاقيه. لو اشتغلت في الامارات فهتاخد في رينج من 7500 درهم لحد 22500 درهم اماراتي شهريا. اما بقى لو اشتغلت في الكويت فهتاخد في رينج من 750 دينار لحد 2500 دينار كويتي في الشهر. ولو اشتغلت في قطر فهتاخد في رينج من 7500 ريال لحد 25000 ريال قطري شهريا. وكالعاده هننهي حلقتنا بسؤال، لو قدامك تشتغل في اي دوله من الدول دي هتختار اي دوله فيهم؟ بس كده يا سيدي، بس كده يا سيدي. اتمنى الفيديو يعجبك، ولو عجبك الفيديو اتمنى تدعمني بمتابعه ولايك وشير، وشكرا لكم. سلام.